السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ميني بيتزا. طبعا الجو شتاء وعايزين نملى البيت بقى خير وبركة كده بريحة الخبيز في البيت. مفيش اختلاف عليه طبعا في الشتاء، بتدفي وبتحسسنا ان البيت كده مليان خير وبركة ودفى. يلا بقى قومي تشجعي معايا. هاتي كيلو من الدقيق، هنطلع كمية محترمة من الميني بيتزا. بواقي التلاجة بقى مش شرط بقى حشوات معينة او حشوات يعني ايه محددة. اي حاجه تيجي على بالك بقى، نضفي التلاجة بقى ومكسي الدنيا دي كلها، هتطلعي احلى ميني بيتزا معاكي. بس من اول ما تبداي معايا الفيديو ما تنسيش تصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو اول مره بتشوفيني، انا نور عبد الواحد، فضلا وليس امرا. ما تنسيش تشتركي في قناتي وتسيبي لي لايك وكومنت حلو زيك. هنا جبنا كيلو من الدقيق، نخلناه، هنسيبه على جنب. بس لازم ندخله نخلة حلوة كده عشان نضمن ان الهواء دخل فيه. جبنا بقى نص معلقة من الملح، وجبنا هنا نص معلقة من الزعتر الجاف. هنجيب هنا في كوباية كيس خميرة فورية، مع معلقة كبيرة من السكر، مع معلقتين كبار من الدقيق، مع مية دافية. وهندوبهم ونركنهم جانبا لحد ما الخميرة تختمر. هنا حبايب قلبي جبنا بقى طاسة على النار عشان نعمل الحشوة، وجبنا طبق هنا ألمونيوم أو طاسة بردك تانية. هنحط فيها معلقة من الزيت زائد معلقة من الثوم المهروس. هنضرب بقى الطماطم على قد يعني ايه افراد الاسره اللي انتوا شايفينها. انا هنا عملت نص كيلو طماطم، عملتها بيوريه، ما حطيتش ميه كتير. ضربته ونزلت بقى على التومه وخليتها بقى تتسبك مع نفسها صلصه. هنا كان معايا طبق بانيه كنت متبلاه، بصلايه مع طماطمايه مع شويه توم مع بهارات فراخ مع فلفل اسمر بابريكا، كله كده مع بعضه. ونزلت بقى بيه على معلقه كبيره من الزبده، وواحد وعلى نار عاليه. خليت الفراخ معايا تتشوح. جبت بقى عودين من البصل الاخضر ونزلت بردك بيهم. وجبت شويه من المشروم، بردك قلت كلهم مع بعضهم كده. وهسيب الفراخ اديها تشويحه كده على النار، وهغطي وهخليها تستوي مع بعضها. هنا بعد ما الخميره شفناها واختبرناها ولقيناها اختمرت وحلوه زي الفل، هننزل بقى بيها على كيلو الدقيق. وانا قلت اطعم العجينه بتاعتي، حطيت كوبايه من الزبادي البلدي بتاعتنا. وهننزل بقى عجن فيها. وحطينا بقى 3 معالق كبار من زيت الزيتون مع معلقة من الخل عشان تديني هشاشة حلوة كده للعجينة. وسيبنا العجينة تختمر. وبعد حبايب قلبي ما العجينة اختمرت، وبعد ما الحشوة بتاعتنا بتاعت الفراخ استوت، شايفين الخميرة اللهم بارك. عايزة اقول لكم، انا دفيت الفرن، شغلتها حوالي 5 دقايق وطفيت عليها، وبعد كده دخلتها في الفرن. عاوزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، ما طولتش معايا، يا دوب اخرت معايا ساعه بس، او ساعه وربع عشان اكون صادقه معاكم. اعملوا الحركه دي بتاعت الفرن، هتلاقوا العجينه بتختمر على طول معاكم. هنا الرخامه بتاعتي نظيفه وزي الفل ومتعقمه. هننزل بقى هنا على العجينه. طبعا صلصنا الصلصه، وزي ما انتوا شفتوا كده في البدايه. وجهزنا بقى الحشوه بتاعت الفراخ والمشروم. وجبنا بقى العجينه هنا بتاعتي هقطعها. هو ام عيالي كانوا عايزين صينيه بيتزا، وانا كان في دماغي ان انا اعمل لهم ميني بيتزا. فانا قلت ما فيش اختلاف ولا اي حاجه، هعمل قطعه كده وهحطها لهم في صينيه، والباقي هعمله معاكم ميني بيتزا. رشيت رشة دقيق هنا بسيطة، وحطيت العجينة هنا، وهنزل بيها بقى بالنشابة هفردها. طبعا العجينة مخدومة معايا حلو قوي وزي الفل ما شاء الله، ومختمرة حلو. عشان كده بتروح وتيجي معايا بسهولة جدا، ما بتتعبنيش في الفرد ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين اهو. آه، صينية مقاس 28 طبعا، فردتها. وهنزل بيها بقى بالحشو. ولو انتي وصلتي لحد هنا ونسيتي تعملي لايك، ما تنسيش تعملي لايك وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل. وبالمناسبة يا بنات، أنا حابة أشكر المتابعة الجميلة الرقيقة العسل، الأستاذة والدكتورة ديانا هاني. بجد ربنا يا رب يبارك لي فيكي ويديمك إن شاء الله كده يا رب متابعة ليا جميلة. وشكرا من القلب على تعليقك والكومنت بتاعك البسيط الجميل قوي اللي طالع من قلبك. شكرا لذوقك الراقي
على كلامِك وتشجيعِك ليّا. أنا فعلًا والله باتعب جدًا في التصوير وفي الفيديوهات بتاعتي. ربنا يا رب يجازيكِ خير ويجازيكِ عني خير الجزاء إن شاء الله كده، وإن شاء الله هاعمل بنصيحتِك، وكل اللي أنتِ عايزاه بإذن الله كده أغيّر منّي للأفضل إن شاء الله بإذن الله. أنا واثقة إن ربنا هيكرمني، وطول ما أنتم في ضهري وساندينّي ودعمكم ليّا طبعًا على دماغي من فوق، إن شاء الله أنا بإذن الله كده أكيد القناة بتاعتي هتكبر. فأنا بجد يعني عايزة أقول لكم أي كومنت حلو كده بالاقيه بصراحة بيشجّع. أنا طبعًا ما باستخسرش والله العظيم إن أنا أخُص صاحب الكومنت دوّة في فيديوهاتي، وأتشرّف طبعًا إن أنا أذكر الاسم بتاعه. فشكرًا من القلب دكتور ديانا، وأتمنى إنِّك أنتِ تتابعيني دايمًا. وعايزة أقول لكم هي مش مصرية، لإنه واضح من يعني من طريقة كتابتها أو لغتها يعني من خلال الكومنت. فأتمنى إنِّك أنتِ تعرّفيني أنتِ منين، وقولي لي إن أنتِ متابعاني من أنهي بلد. وشكرًا حبيبة قلبي. طبعًا كده بعد ما خلّصنا الجزئية دي وفردناها، جبنا شوية ميكس كده من الجبن، شيدر على رومي على موتزاريلا، ونزلنا الأول بيها على العجينة ليه بحيث إنها تمسك لي الحشوة. وجبنا بقى معلقة من الصلصة اللي إحنا كنا عاملينها، وجبنا بقى شوية الحشو من الفراخ والمشروم، وهنجيب بقى نص فلفلاية رومي كده، وشوية شرايح من من الزيتون، وبس كده. وهننزل برضك بيهم بشوية تاني من الجبنة الرومي والشيدر، وهو هنركنها جانبًا. هنا جبنا بقى الصاج بتاعي دوّة. وعايزة أقول لكم يعني بُصّوا الموضوع ما تعقّدوهوش يا بنات بجد يعني. أي أدوات معاكم في البيت اشتغلوا بيها. أنا هنا عايزة أقول لكم ما كانش معايا قطّاعة ولا أي حاجة خالص، يعني يا دوب أنا قطّعت الميني بيتزا دوّة كويرات وخلاص، وقطّعتها من خلال كوباية يعني، بس يعني بُقّها هيكون ضيّق شوية. هنا بقى نزلت على كل واحدة بمعلقة من الصلصة، وهنزل بشوية جبن ميكس زي ما قلت لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجبن الميكس دي الشيدر والرومي أنا كنت جايباها من كازيون، كانت عاملة عرض ب40 جنيه تقريبا كيلو. فقلت اما يعني ايه اعمل جو كده حلو كده في البيت. وهنا عايزه اقول لكم الحشوه رهيبه يا بنات يعني بجد جربوها. طبعا الطبق الفراخ ده كان معايا في الفريزر ايام ما كانت الفراخ يعني لسه على قد الايد. عايزه اقول لكم دلوقتي اللي معاه طبق فراخ في الفريزر يعني كانه معاه ثروه. اه والله العظيم كانه معاه ثروه يعني لا تقدر بثمن. فربنا يا رب يعيننا جميعا بجد على الغلاء اللي احنا فيه. فدلوقتي أنا بقى كده الفرن شغال عندي على درجة حرارة 200، وهدخلها بقى على درجة الحرارة دي على الفرن السخنة طبعا. اللهم صل على النبي. مش هتاخد معايا يا دوب ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير. وعايزة أقول لكم ادي المنظر بتاعها بعد ما اخدت معايا تلت ساعة، وكانت طعمها رهيب رهيب يا بنات. ما تقوليليش بقى بيتزا هات ولا الكلام الكبير ده، اقسم بالله العظيم انا كل اللي بيدوق البيتزا مني بينبهر بيها. فاتمنى بجد انكم تجربوها، اتمنى انكم تدعموني بلايك لان انا تعبت كتير جدا. اتمنى بجد انكم انتوا يعني تشيروا القناة عشان انا نفسي بجد القناة تكبر، لاني بجد انا بتشجع لما بلاقيكم كده متفاعلين معايا. وبصراحة ربنا انا بحبط جدا جدا لما ما بالاقيش مشاهدات وكده. فعايزه اقول لكم ربنا يديمكم نعمه في حياتي، وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي على الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. ربنا يا رب يديمها علينا ان شاء الله خير وبركه باذن الله كده. وعايزه اقول لك معلش ما تخليش غلاء الاسعار برضك يحطمك نفسيا، ويخليكي مثلا يعني خلاص مكتئبه ومش هتعملي حاجه كمان في البيت والكلام ده. لا بصي عايزه اقول لك بشويه دقيق والله العظيم يعني انا لقيت شويه دقيق هنا شويه دقيق هنا كملتهم كيلو دقيق. عايزه اقول لك قسما بالله العظيم دوري في الفريزر دوري في التلاجة هتلاقي شويه ميكسات هنا على ميكسات هنا، هتعملي احلى صنف لعيالك ولجوزك والحبايبك كلهم. فقومي كده ما تكسليش، استعيني بالله، وان شاء الله ربنا يا رب يملى بيوتنا كلها خير وبركه. حبايب قلبي يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحرف واحد. ما تنسونيش في الدعاء، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. واتمنى ان كنتوا تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد فضلا وليس امرا. تسيبوا لي لايك، وهسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم نور عبد الواحد في قناتي المتواضعة.